السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أخواتي، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا معايا في عنوان الفيديو اليوم غادي نتكلم على فوائد ديال الزريعة الكحلة والزريعة البيضاء، نوار الشمس وحبات البذور البيضاء. كاملين كنسمعوا ان الكليان الا جاي يتقدى عندك كيقول لك ان الزريعة البيضاء الا كثر الزريعة الكحلة الا كثرتي منها كدير المصرانة الزايدة، ولكن ما عمرنا سمعنا الفوائد ديال هاد الزريعه الكحله والزريعه البيضاء. ما عمر شي كليان جا قال لك ان عندها الفائده وعندها الفائده وعندها الفائده، كيذكر لك غير الاضرار اللي كدير هاد الزريعه، ولكن راه فيها بزاف ديال المنافع ما كنعرفوهاش، يعني ما بحثناش عليها. اليوم في هذا الفيديو غادي تعرفوها معايا. قبل ما ندخل للفوائد، اولا ما تنساوش ما تبخلوش علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. واغلب الكليان اللي كيديو الزريعه الا سولتيه كيقول لك كنديها غير باش كندوز بها الوقت. لا، عندها فوائد ابار انك تدوز بها الوقت، عندها فوائد اللي هي كثيره اللي مفيده للجسم وصحه الانسان. اولا نبداو بالزريعه الكحله. الفائده الاولى عند الزريعه الكحله انها كتفتح البشره وكتخلي بشرتك منفتحه وجميله وكتحافظ على البشره. وثاني حاجه من فوائد الزريعه الكحله انها كتقوي العظام. كنسمعوا يعني ان الحليب كيقوي العظام، وكذلك الزريعه البيضاء فيها مواد وزيوت اللي كتخلي العظام ديالك يكون قويه. وثالث حاجه الزريعه البيضاء كتخفف من الوزن. الا كان عندك الوزن الزريعه الكحله عفوا الا كان عندك وزن زائد كنصحك باكل الزريعه الكحله. وثاني حاجه ورابع حاجه ان الزريعه الكحله كتقاد مستويات الطاقه في الجسم. كنعرفوا ان الطاقه كاينه الطاقه الايجابيه وكاينه الطاقه السلبيه. هي كتخلي الطاقه تكون متوازنه، ما تكونش سلبيه، ولا كانت ايجابيه اكثر ماشي مشكل، هو غير ما تكونش سلبيه. كتخلي انها توازن بين الطاقه، مستويات الطاقه تكون عندك متوازنه في الجسم. كذلك الزريعه الكحله ما كتخلي الباطن ديالك يكون في حاله عاديه، ما كيكونش عندك لا الجريان ولا ما كيكونش متصلب، يعني ما كتجريش ديما حتاكم كيبقى البطن في حاله عاديه كتحافظ، ما كيكونش عندك لا الامساك ولا الاسهال. نمشيو للفوائد ديال الزريعه البيضاء. هاد الفوائد كاملين كاينين في الزريعه الكحله. كاين اضرار ولكن حنا جينا نهضروا على الفوائد، ما جيناش نهضروا على الاضرار. كاين واحد الفائده اخرى هي اللي خاصه بالناس، خاصه بالنساء الحوامل، كتعطيها لهم الزريعه الكحله. الزريعه الكحله كتخلي الجنين ديالك يكون في صحه جيده وكتحميه من التشوهات. الجنين ديالك غادي يخرج الا كتاكلي الزريعه الكحله في صحه جيده وزوين اون بوكس. هادشي ماشي مؤكد، ولكن داخل في الفوائد ديال الزريعه الكحله. اذا ما عليك غير تكثري من الزريعه الكحله. اما فيما يخص الزريعه البيضاء فهي عندها فوائد كثيره كذلك بحال الزريعه الكحله. من بين هذه الفوائد اول حاجه ان الزريعه البيضاء كتقيك وكتحميك من العدوى، اصابه بالسرطان. يعني ان الزريعه كتحارب السرطان، وكنعرفوا ان البذور يعني طبيعيه ماشي اصطناعيه، اي حاجه كاع طبيعيه مفيده لجسم الانسان، لذلك فهي كتحارب وكتقيك وكتعطيك مناعه باش تصاب بالسرطان. وثاني حاجه بالنسبه للزريعه البيضاء انها كتنظم مستوى السكر داخل جسم الانسان، كتخلي السكر يكون متوازن، ما يكونش لا طالع لا هابط. وثالث حاجه كتعزز صحه البروستات. يعني انك كنعرفوا كاملين ان الانسان كل ما كبر في العمر كتكون صحه ديال المثانه البوليه او البروستات عنده كتكون ضعيفه. قد ما كتكبر قد ما هي كتضعف. كاين باش تحمي وباش تساعد بروستات
تبقى قويه، ما عليك الا تاكل الزريعه البيضاء. نتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو وهذه المعطيات وهذه المعلومات كاملين. نتلاقاو في فيديو جديد يعني اي حاجه قلتها في هذا الفيديو راه ماشي ضروري تكون مؤكده، ولكن كتساعد. اي حاجه خصك الاستمراريه والتعاون بزاف د الحوايج، وهذا الشيء ماشي شي حوايج اللي هما اللي غيضروا صحه الانسان، غير كما قلنا اي حاجه تستهلك بلا ما تهلك في قياس. والسلام عليكم.